ما هي القوة نعم. التي يملكها رأفت البدر ونصرة البدر إلى الحد الذي يطلع أمر إلقاء قبض على هذا ويطالب نور الزين ب 23 مليون دولار، أو أسراء ما أدري شو اسمها مختفية، أو ذاك عليه أوامر إلقاء قبض؟ من يعاونهم على هذا؟ نعم. على ذمتك هذا الكلام. والله استاذ، احنا كل ما تصير مشكله وياه وجو ولد عمه وعمامه، واحنا عشاير، انا بالنسبه لي ما اعرف، يعني مع احتراماتي لكل العشاير عراس، انا ما اعرف شنو يعني من اروح لاهلي اقول لهم عندي مشكله بالفن، يقول لي انا ما ادخل نفسي بمشكله بقضيه فن، هذا الصحيح اللي اعرفه اني. زين، شنو علاقة العشائر بالنص باللحن بالأغنية؟ يعني هسه أنت إذا الأخوة رأفت ونصرت يهددونك بالعشائر، هل حصل فعلا اجوك عشيرته وهددوك وقالوا لك لو تبطل لو تفصل؟ طبعا كتبوا على بيتنا مطلوب عشائريا، ولد عم وانا كنت بفرنسا، راحوا عندي والدتي وحدها بالبيت، اي كتبوا على بيتنا مطلوب عشائريا وانطوها ورقه، قالوا خلي محمد يتصل عليه. اتصلت عليه قلت له تفضل، قال لي انا عمه، قلت له عراس امرني عمي، قال انت عندك مشكله وين نصرت؟ قلت له ما عندي مشكله نصرت، قال انت طلعته من دبي، قلت له اثبت لي هذا الكلام واللي تريد انا حاضر، قال اني كلمه نصرت كافي، قلت له مو كلمه نصرت استغفر الله مو قران، انت اكو دوله واكو قانون، نصرت يقول لك كلمه انت تصدق خلاص؟ زين. قال لي والله هذا الموجود، رجعنا قعدنا عشاير، قعدت اكثر من الاطراف، ما عندي شيء، طلعت كنت انا اطلبهم مبلغ وقدره، قالوا لي هذا المبلغ مقابل هذا المبلغ انا كافر رأفت ماخذه من الشخص، اكلتها وسكتت، ايش قد كان المبلغ؟ اريد اخلص من هذا الموضوع. ايش قد كان المبلغ؟ المبلغ هو رأفت ماخذ من واحد من دبي 280 الف دولار، اي ما يقبل ينطيهن لان يقول انا ما طب دبي، الرجال هذا منعني من دبي، قلت له يا ابو الرجال شو له شغل؟ انت هذا مبلغ حق وحقوق وانا كفيلك، قال لي والله ما انطي، ولحد هاللحظه انا اسدد بالمبلغ. فقعدنا عشاير ببيت نصرة البدر، وكان ابوه موجود الله يعطيه الصحه والعافيه، ابوه ما راضي عليهم طبعا، واهله وقرايبه موجودين، وفضل سوينا مصالحه وقالوا يابا الفلوس اللي ماخذها رأفت انت سددهن، واحنا فلوس مال نصرت رايحه، قلت لعمي قابل ما يخالف، بس ارد اخلص، بس الموضوع اسافر ينسد، كل ما اطب بغداد ينفتح الموضوع، ما يريدون يبقى ببغداد، واني يعني اني اهلي كلهم يعرفون ومسوي فيديو لكل قرايبي، اي شيء يصير علي انا او اهلي اذا نصرة البدر، لان هو مهددني انه اذا ما انطيته فلوس راح يسوي بي، يقول لي عوقك مدى حياتك، وانا بالنسبه لي رجال ما اخاف على نفسي، انا رجال بس انا اخاف على اهلي. يعني السيد رئيس مجلس القضاء الاعلى المحترم، الساده القضاة الاخوه في الامن الوطني، اعتقد انه هذا بلاغ على الهواء من فنان عراقي الى جمهور واسع الان يستنجد بالدوله وبمؤسساتها انه على ذمته الان هو يهدد بالقتل وبالتصفيه.